ماس طويلة، محاولة نصراوية، محاولة للنصر، محاولة من عطيف، صوب، الله الله من قوة بالعافية من قوة جول جول من الماسترو، من عبد عطيف من وسط الملعب، خذ القرار وصوبها قوية، راحت من يدين فايز السبيعي. جول أول للنصر، جول أول للعالمي مع فرحة الجماهير. حنا قلنا ما تستمر على هالنتيجة، لكن خذوا لي عادة. سوى عطيف، خذ خطوات، خذ نظرات، خذ قرار، وراحت على العارضة وراحت معاها بالقوة. إبعاد خاطئ من فايز السبيعي وهدف رائع من عطيف، هدف جميل. أجمل ما في الموضوع هو القرار اللي خذه عبد عطيف بعد الخطوات وبعد النظرات وبعض الحسرات من فايز السبيعي. جول أول يشعل من حرارة المباراة. لا والله يغير الآن السيناريو، يتغير يعني يتغير. وهدف أول يسجل فريق النصر، وهدف ثاني يكون في المباراة يصعب المسألة على الاتفاق. خايمي ايوبي امام فايز السبيعي، خايمي ايوبي اوه يا ولد يا ولد يا ولد، على هدوءك العالي، على ثقتك العالية. خايمي ايوبي لعبها بشكل رائع، لكنها غامر فيها ولكنها مرت. جول ثاني للنصر، هدف ثاني في توقيت 33 دقيقة من شوط مباراة الأول. النصر يسجل الأفضلية، الأصفر يسجل الأفضلية بعطيف وخايمي ايوبي، واحد من نقطة الجزاء. النصر سنة حتى في الدوري ركلتين جزاء، سجل واحدة وضيع واحدة، وشايفين الروقان الكامل على خايمي ايوبي، ما وصل معاها فايز السبيعي، وبالتالي جاء الجول الثاني لمصلحة فريق النصر. مرته بشكل جميل لكنها فيها مغامرة، فيها مغامرة. شايفين حتى حسين عبد الغني الكابتن ما هو قاعد يطالع الجول ابدا، قاعد يقول لي على صيحات الجمهور يا يسمع في هذه المباراة. وكأن محمد السهلاوي يقول الآن أعادل بهذا الجول إذا تسجل، أعادل برقم السالم اللي سجل مع فريقه 36 هدف. السهلاوي قد يكون في الدوري مع النصر يسجل اليوم رقم 36 من أهدافه في الدوري. محمد السهلاوي مواجهة مع حارس المرمى، محمد السهلاوي، فايز السبيعي، السهلاوي، جول جول ثالث للنصر، جول ثالث للعالمي. 3 أهداف نصراوية عطلت كل المحركات الاتفاقية، كل الهجمات، كل الخطط الاتفاقية. وإليكم جماهير الشمس العالمية على هذا المنظر، وكأن الشمس تشرق 3 مرات في هذه المباراة في ليلة واحدة، في ليلة خالصة، في ليلة نصراوية. محمد السهلاوي قال يا أيوبي لعبت الكرة في مغامرة، خليني ألعبها على المضمون، و3 أهداف وأداء عالمي رائع وأداء مميز من الأصفر النصراوي في مباراة اليوم. استحق بالثلاثة أن يكون نعم نجما لهذه الجولة المؤجلات، ولا أعلم ماذا يجري في المباريات الثانية، لكن أؤكد أنه ما يقوم فيه كارينيو مدرب النصر. ولكنها جات في الوقت خلاص اللي الساعة قفلت على 90 وبدأنا في الوقت ال4 دقائق، لكن ركلة جزاء الاتفاق. جونيور ركلة جزاء، جول أول الاتفاق. نعم جاء في وقت يعني خلاص المباراة على نهايتها، جاء في الوقت الضائع، جاء بعد فوات الأوان. ركلة الجزاء للاتفاق، 3 ركلات جزاء احتسبت في مباراة اليوم، ركلتين جزاء للنصر، ركلة للاتفاق. تحولات غريبة ونقلات كانت غريبة، وصافرات خليل جلال تعطي القانون نفسه على ركلات الجزاء، وبالتالي ننتظر القادم على الدقائق الجاية. أعتقد أن النصر في طريق أن ينهي هذه